كان عندي وجع بكلياتي واكل تراب. هي من قلت لك اكل تراب وهاي تاكلين تراب؟ بالمخرج ننزل اي اكل طين هذا التراب مال اكل تراب كل شيء اكل. من شربت خل التفاح والبكتيريا النافعه قطعتها قلت ما اكلها ولا كنا اشوفنها. بس دكتور النزيف ما راح مني. النزيف لانه مو انت نفس القصه مال ذولا هسه انا حكيت عليهم، انت ماخذه جزء من الحل. ليش؟ اكيد من صعدت وياي قلت لك كذا وكذا وكذا وكذا، صح؟ زين تمرين التنفس ليش ما طبقتيه؟ العنايه بالبكتيريا النافعه ليش ما طبقتيها؟ صح دكتور. طيب فبارك الله بيك. بس هاي قصه اكل التراب كثير من الناس يعانون منها والله، وانت تخلصتي منها بس بالبكتيريا النافعه وخل التفاح. ما حتى الناس تطبق مثلك. اشربها قبل الاكل البكتيريا النافعه والهاي اشربهن قبل الاكل. انا حتى صايمه واشربهن بالفطور وبالسحور. الحمد لله والشكر. زين. اي والله دكتور. حتى بس هاي بقية الاشياء اللي عندك. هسه نرجع على السلبيه. عندك نزف من المخرج لانه البكتيريا النافعه ضعيفه، هي تنتج ماده، هي تحافظ، هاي الماده تحافظ على سلامه بطانه الجهاز الهضمي اللي تعتنين بيها انت. فيديو اكو طلعيه، طبق اشياء بسيطه بالاكل. وتمرين التنفس يخفض التوتر مالتك. ليش عايشه بالتوتر؟ بس والله يا دكتور بطني صارت زينه، كلياتي زينه، الحمد لله والشكر والشكرك على هذا.